بسم الله. وهذه مقلوبة الطماطم والبطاطس. بسم الله. إن شاء الله أن نزلت صح. يا عيني، يا سلام يا المنظر. بسم الله، نبدأ الطبخة. بضيف زيت زيتون، أحمس البصل لين يصير شفاف ما بي تغير لونه. أضيف الكركم، فلفل أسود، طماطم، أضيف الملح، زعفران، خليه يطبخ 5 دقائق. عندي البطاطس مكعبات، أضيف عليه زيت وملح وزعفران. ملح. بعد 5 دقائق نهرس الطماط. الرز مغسول ومنقوع. بسم الله. نخلط الرز مع المرق قبل ما أضيف الماء علشان وزنه. ماء مغلي. نطبخ على حرارة عالية. بعد ما شرب أغلب الماء سكر القدر، أطبخ على نار هادية 10 دقائق. بالقدر الثاني أضيف زبدة. دهنت كل القدر بالزبدة. نضيف الحين البطاطس، نصف البطاطس. بسم الله. بسم الله. أضيف الرز على طبقة البطاطس. برص الرز زين. أهديت الحرارة مرة وأضفت على الغطاء فوطة علشان البخار ما يرجع على الرز، وبطبخ على نار هادية جدا 40 دقيقة. مقلوبة الطماطم والبطاطس جاهزة. ما شاء الله تبارك الله. شوف الرز، شوف اللون. مقلوبة الطماطم والبطاطس، شوف التحفة ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. شوف الرز. رز لذيذ ونكهة الطماطم مع الزعفران. اللي يحبون الزعفران بيعجبهم هذا الطبق.